عنوان القصة: كنز الأصدقاء في قرية صغيرة وهادئة. كان هناك طفلان اسمهما سامر وليلى، كانا يذهبان إلى نفس المدرسة، لكنهما لم يكونا يلعبان معا كثيرا. في يوم من الأيام ذهبت ليلى إلى الحديقة لتلعب، وبينما كانت تمشي بجانب شجرة كبيرة رأت شيئا يلمع تحت التراب. جلست بسرعة وبدأت تحفر، وفجأة وجدت صندوقا خشبيا صغيرا. حاولت فتح الصندوق لكنه كان صعبا. في تلك اللحظة مر سامر من هناك وقال: ماذا تفعلين؟ قالت ليلى بحماس: وجدت صندوقا، أعتقد أنه كنز. اقترب سامر وقال: دعيني أساعدك. وبعد دقائق فتحان الصندوق معا، لكن المفاجأة كانت أن الصندوق لم يكن فيه ذهب، بل فيه ألعاب قديمة ورسائل ودفتر مذكرات صغير. بدأ سامر وليلى يقرآن الرسائل، واكتشفا أنها من طفل عاش في القرية منذ زمن بعيد، كان يكتب عن أصدقائه ولعبه في الحديقة وأحلامه الجميلة. ضحك سامر وقال: كأنه يتكلم معنا. قالت ليلى: فكرة، لنكتب مغامراتنا نحن أيضا. ومنذ ذلك اليوم أصبح سامر وليلى أصدقاء مقربين، كانا يذهبان إلى الحديقة كل يوم، يكتبان مغامراتهما ويرسمان ويضحكان كثيرا. وفي آخر يوم من العطلة قررا أن يضعا دفتر مغامراتهما في صندوق صغير ويدفنانه تحت نفس الشجرة. قالت ليلى: ربما يجده أطفال آخرون في المستقبل. ضحك سامر وقال: ويبدأون صداقتهم مثلنا. وهكذا لم يكن الكنز شيئا نشتريه، بل كان كنز الصداقة واللعب والضحك، وهو أجمل كنز في الدنيا.